عايز تعرف انت في علاقة صحية ولا لأ؟ بص على نفسك خلال العلاقة. شوف نفسك مرتاح، شوف نفسك مبسوط، شوف نفسك بتطور من نفسك، بتحقق أهداف، ولا ليل نهار قاعد تعبان ومستني مكالمة الشخص ده أو مستني كلمة منه. في أوقات ساعات كمان جسمنا بيدينا إشارات. إزاي؟ تلاقي نفسك خلال العلاقة مثلا طلع لك حبوب في وشك، جسمك وجعك، جسمك نفسه بيديك اشارات ان الانسان ده طاقته مش ماشيه مع طاقتك. لازم تبقى واعي لنفسك وعندك وعي وادراك. يعني في ناس مثلا تلاقيها قاعده طول اليوم، علاقتها بيه مصه للطاقه، تلاقيه طول اليوم قاعده او قاعد مستني تليفون من الشخصيه دي، مستني كلمه، مش هيبقى مبسوط غير لما الانسان ده يجي يقول له كلمه حلوه او يكلمه. لا يا جماعه، العلاقه دي مش صحيه بتاتا. العلاقه الحلوه هي الانسان اللي بيساعدك تحب نفسك، تلاقي نفسك وقت العلاقه حلوه، بقيتي جميله، بيحببك في نفسك، بيحسسك انك حاجه مهمه قوي في حياته. الانسان الكويس اللي طاقتي ماشيه مع طاقته بتلاقي نفسك بتعلي معاه، مش بتنزلي، مش بتنزلي قاعده طول اليوم حزينه او حزين مستني تليفون او كلمه من الشخص ده. العكس، بتلاقي نفسك بتحلى وبتحقق اهدافك، طاقته حلوه عليك، زي ما بيقولوا ادم خير عليك. فلازم نبقى واعيين لنفسنا، واعيين لطاقتنا. الحاجه دي ماشيه معانا، طاقتها زينا ماشيه معانا ولا ضدنا. صاحب جسمك، شوف انت خلال العلاقه دي بتنزل ولا بتعلى، بتتدهور ولا انت كويس ومنور وصحتك حلوه وماشي في اهدافك، بيخليك تحب نفسك. لازم تعرف الانسان ده مناسب لطاقتك ولا لا، مناسب ليك ولا لا. لما تلاقي نفسك بتتدهور اهرب، اهرب على طول. هتضيع وقت وهتضيع جهد وهتضيع حاجات كتير انت في غنى عنها.